هواي من عندكم سامعين كلمة سايكو أو السايكوبوتية. هي كلمة إنجليزية ومعناها بالعربي الاعتلال النفسي أو الاعتلال الاجتماعي، والسايكوباثية هي اضطراب بالشخصية، والشخص اللي عنده هيجي حالة يصير سلوكه معادي للمجتمع، وبنفس الوقت يصير عنده ضعف بمشاعر التعاطف والندم. وهذا الشخص اللي هو السايكوباثي ما عنده أي شعور بالخجل، وانفعالاته كلش ضعيفة، يعني ما يتأثر بشيء. ومن الصفات الموجودة عند السايكو هي الثقة العالية بنفسه. زين شنو اللي وصله لهاي المرحلة؟ السايكو مريض نفسي، واجه صعوبات بطفولته وانحرم بيها من العواطف اللي منها الحنية والاهتمام من الأهل والمقربين، وهيجي صار يعلم نفسه إنه هو يستعمل أساليب وطرق من خلالها يقدر يلبي رغباته، ومن هاي الأساليب الغدر والمكر والاحتيال. وطبعا السايكوباثي هو شخصية إجرامية من الطراز الأول، لأنه هو يستمتع بأفعاله، وإذا سوى جرم واستمتع به بصعوبة ينلزم، لأنه هو راح يبقى يخطط ويستعمل ذكاء على مود ينلزم من تحمل المسؤولية. يعني هو شخصية ما تتحمل أي مسؤولية، وهمين على مود يبقى يكرر أفعاله. وسر من أسرار السايكوباثية أو السايكو، أغلب السايكوباثية من اللي خضعوا للعلاج رجعوا للجريمة وسلوكها المعادي مرة ثانية، وأكو منهم تضاعفت حالته، لأنه السايكو عنده خصائص فريدة تخليه من بين أكثر الشخصيات اضطرابا ومقاومة للعلاج، وهيك علاجه بالطرق التقليدية راح يكون كلش صعب. هسه عرفتوا شنو يعني السايكو أو السايكوباثية؟ اكتبوا لي بالتعليقات إذا كان اكو واحد يشوف الفيديو هو سايكو أو عنده إحساس إنه هو سايكو، وإذا كنتوا تعرفون أحد سايكو أتمنى تمنشنوا له هذا الفيديو. سلام.